اتغير في صاحبك بعد ما خطب؟ بص هو بقى عميق اكتر، بقى عميق، عميق والله، بقى عميق، عميق دي عميق ولا عبيط؟ عميق. عميق، انا سامع عبيط والله. لا هو بدأ يطلع لك بقى اللي هو ايه يعني اللي ما تعرفوش من بره تعرفه من جوه كده يعني. مالك؟ على طول بيتكلم معاه وبيحب في التليفون، مبقاش يقعد معانا زي الاول. ما قالوش خالص ولا اي حاجه. الخطوبه زي مش خطوبه، وجوده زي قلته يعني. تنك. تنك. بيتنك. حضرتك بيتنقل من مرحله لمرحله تانية. ايه اللي اختلف بقى؟ ايه اللي اختلف في شكله، في صفاته؟ لا، اللي اختلف في الانسان بيختلف كليا، هو بيختلف كشخصه. هو بقى بالظبط انا فاهم والله. بيختلف بقى في ايه؟ يعني ايه اللي اختلف فيه مثلا؟ بقى بيعاملكوا وحش، بقى بيعاملكوا حلو كده يعني؟ لا، المعامله بتختلف، يعني اغلب اوقاته بيكون بس انا خايف على نفسي يجي لي امراض. تمام. فانت تمام. انت رايح فين؟ يقول لك انا رايح لخطيبتي. وجاي منين؟ يقول لك جاي من عند خطيبتي. ما تعرفكش تاني، ما تكلمكش، ما تقولكش على اي حاجه زي ولد. لا، كأنا بنت. انت بنت برضه؟ اه لا والله. والله. بتعملي ايه؟ بقى وهيف كده وفاهم مش أيوة. معفنه مثلا وبعد كده بتندم بقى. ايه اللي بيتغير فيها؟ انا وخطيبي، انا مثلا انت عامله ايه؟ انا وخطيبي كويسين الحمد لله، بس خطيبي مش موافق، خطيبي مش هيرضى. صاحبي وخطيبي بيبدا يتسول عليا، عايز ياكل الاكل بتاعي، تحس انه عايز ياخد مرتبي، شويه يلبس الهدوم بتاعتي اللي في الشقه، ممكن اروح ما الاقيش هدومي الداخليه. بجد والله؟ اه والله بيتسول. بيبقى متسول. يقول لك انا وانت بيعمل معاك ايه؟ ما بيكلمنيش خالص صاحبك ما بيكلمكش خالص. ما يكون خاطب؟ مش يمكن خطيبته قالت له ما تكلمش بنات؟